ومهمتي اخر ما كاين الرئيس ديال السنغال كاتب رساله بخط يديه وموجدها طالب وراغب الملك محمد السادس باش يعفو ويسامح المشجعين ديال السنغال اللي داروا الروينه في التيران في النهائي اللي تسرقنا فيه ديال كاس افريقيا في بلادنا. المشجعين ديال السنغال اللي داروا الشغب العدد ديالهم 18 واللي تحكموا ما بين 3 شهور و 6 شهور وعام. هاد 18 اللي داروا الروينه والشغب كان محرضهم واحد جزائري واللي هو خو مساعد مدرب السنغال. واش في نظركم الملك محمد السادس غيقبل هذه الرساله ديال الاستعطاف من الرئيس ديال السنغال وغادي يسامح ويشمل بالعفو ديالو هاد 18 مشجع اللي داروا الشغب والروينه واللي بغاو يريبوا لينا كاع داكشي اللي بنيناه في كاس افريقيا من تنظيم؟ واش هاد المشجعين السنغاليين تقيدوا وكانوا ضحايا ديال دعايه جزائريه واللي كان الهدف ديالها تحرض المشجعين ديال السنغال باش يفسدوا هاد العرس الكروي في المغرب؟ ولا كيبان لكم ان الملك محمد السادس ما خصوش يتعاتق ويتسامح مع هاد المشجعين ويدوزوا العقوبه ديالهم كامله في المغرب من 3 شهور حتى 6 شهور حتى العام؟ وانت كمواطن مغربي واش تقدر تسامح هاد المشجعين السنغاليين؟ ولا بالشمته اللي شمتونا وسرقه كاس افريقيا اللي كان في بلادنا ما غاديش تخليك ترضى وتسامحهم وتنسى ديك الروينه اللي رونونا والحسره والبكاء اللي بكيناه في التيران من بعد ما تقصينا؟ انا بعدا كيبان لي الملك محمد السادس ما غاديش يقبل الرساله ديال الاستعطاف ديال رئيس السنغال، حيت الملك هو الهبه والضامن ديال الامن والاستقرار وتطبيق القوانين في البلاد، وحين القانون كيطبق على اي واحد داخل التراب الوطني فما يمكنش الملك يتدخل في هادشي وما يطبقش القانون اللي كيسري على المغاربه كاملين وعلى الاجانب، واللي فرط يكرط واللي دار الذنب يستاهل العقوبه. كتبوا لي نتوما لتحت في التعليق الراي ديالكم، واش مسامحين المشجعين السنغاليين ولا ما مسامحينهمش؟